ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟ لا فيها بأس إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب وليس فيها آلات الملأ فلا بأس بها. نعم بارك الله فيكم. عندنا جماعة دينية لا داعي لذكر اسمها تبيح الأناشيد الدينية في المسجد وبصوت مرتفع، ما هو توجيهكم؟ الأشعار العربية والأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها إذا كان في المسجد حلقة علم أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك. فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويهجو كفرة في مسجده صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم والذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم موقع النمل، ويقول اللهم أيده بروح القدس. فإنشاد الأشعار في المساجد الأشعار الإسلامية المفيدة النافعة والأناشيد الطيبة في حلقات العلم أو في المواعظ كل هذا لا بأس به. أما الأغاني المنكرة أو الأشعار المنكرة أو الأناشيد المنكرة فلا تجوز لا في المساجد ولا في غيرها. جزاكم الله خيرا. اختلفت أقوال العلماء في هذا البلد في حكم استماع الأناشيد الإسلامية، فمنهم من يقول بمنعها وعدم استماعها لأنها تشبه السماع الصوفي، ومنهم من يقول بجواز استماعها وأنه لا بأس بذلك. فما وجه الحق والصواب في هذه المسألة لأنها انتشرت عند الشباب المستقيم الصالح المهتدي؟ وكذلك التمثيليات والمسرحيات الإسلامية هل هي جائزة أم لا؟ نرجو إفادتنا والتفضل في الحكم مع بيان الأدلة وجزاكم الله خيرا. الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار إن كانت سليمة فهي سليمة وإن كانت فيها منكر فهي الشعر من حيث هو مثل ما قال فيه إن من الشعر حكمة ولكن أكثر الشعر مثل ما قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون، فالشعر فيه الطيب والخبيث مثل بقية الكلام حسنه حسن وسيئه سيء. فإذا كانت القصيدة سليمة في مدح الأخلاق الفاضلة والتحريم الأخلاق الذميمة في العقيدة الصحيحة وذم العقيدة السيئة وبيان بطلانها في أشباه ذلك مما هو معروف بالشرع في قصيدة طيبة، وهكذا أناشيد إذا كان أناشيد فيها الدعوة إلى الخير والتشجيع على الخير والالتزام بالإسلام وحماية الأوطان من شر الأعداء ونحو ذلك فلا بأس بها. وإن كانت أناشيد فيها دعوة إلى الباطل أو تحبيذ الباطل أو تحبيذ الأخلاق الرذيلة منعت مثل بقية الشعر الممنوع. فالحاصل أن البث فيها مطلقا ليس بسديد ينظر فيها، فالأناشيد السليمة لا بأس بها، والأناشيد اللي فيها منكر أو دعوة إلى منكر ولا يمكن البث فيها إلا بعد عرضها. كل أناشيد تعرض على أهل العلم يبين. نعم.